يناير 1970 وصلت معلومة لمصر إن إسرائيل هتنقب عن البترول في خليج السويس. وطبعا معلومة زي دي لما وصلت للمخابرات العامة المصرية كانت لازم تتأكد منها بكل الطرق، لأن معنى كده إن إسرائيل بتقول للعالم كله إنها حكمت سيطرتها على سيناء كلها، وطبعا كانت عاوزة تكسر عزيمة المصريين وتقول لهم ادي ثرواتكم بقت تحت ايدي، وتحرج القيادة السياسية في مصر قدام المصريين والعالم كله. والأهم من ده بقى إن الجيش المصري كان بدأ عمليات حرب الاستنزاف، وكانت إسرائيل كل يوم بيتدمر لها موقع وحصون وجنود كانت بتموت، فكانت عايزة تعمل أي حاجة بس يكون فيها ذل للشعب المصري. ده غير إن عملية إيلات كانت لسه مسمعة، وتأكدت فيها المخابرات العامة المصرية من المعلومة، وابتدت تجمع معلومات عن الشركة اللي هتنقب عن البترول، وعرفت إنها اسمها شركة ميت بار، وإنها اتعاقدت مع شركة إيطالية اسمها إيني علشان تشغل حفار اسمه كينتنج. وكان رئيس جهاز المخابرات العامة في الوقت ده كان اسمه السيد أمين الهويدي، وبدوره عرض الأمر على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت الأوامر واضحة ومباشرة إن الحفار ده ما يمنعش يدخل خليج السويس ويتم التخلص منه بأي طريقة. وكانت الخطة المبدئية هي إما ضرب الحفار بالطيران أول ما يدخل البحر الأحمر، ولكن الخطة دي ما كانتش تنفع لأن إسرائيل لما اختارت الحفار ما كانش اختيار عشوائي، وكان الاختيار بدهاء شديد جدا لأن الحفار كان مملوك لأكتر من دولة، فمعنى ضربه يبقى من مثابة إعلان مصر الحرب على الدول دي. وكانت الدول دي متمثلة في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وكندا وهولندا، علشان كده كان من الصعب ضرب الحفار داخل المياه الإقليمية المصرية. أما الخطة التانية فكانت هي تفجير الحفار خارج مصر وخارج البحر الأحمر، وكانت الخطة دي هي اللي تم اعتمادها. وبدأت المخابرات العامة المصرية في متابعة خط سير الحفار، وبدأت كل العناصر اللي شغالة مع المخابرات العامة تدور في كل الموانئ على مستوى العالم. وكان الاتفاق ان الحفار ده هيكون في مكان غير متوقع، يعني المكان اللي جهاز المخابرات هيقول مستحيل يكون الحفار موجود فيه يبقى هيكون ده مكان الحفار. وفعلا الحفار كان موجود في مدينة سانت لورنس شرق كندا، وكان اختيار المكان ده بالذات لان الحفار هيعدي من قناة ضيقة جدا وما كانش يناسب حجمه، وممكن الحفار على ما يوصل للمحيط الأطلنطي يتخبط أو يحصل له أي مشكلة. وبدأت المخابرات العامة برسم لخط سير الحفار وتشوف أنسب مكان لضربه، وكان خط سيره إن هيتحرك من شرق كندا ويمشي في طريق رأس رجاء الصالح ويدخل أفريقيا لغاية ما يوصل للبحر الأحمر. وأطلقت المخابرات العامة على العملية اسم الحاج. وبعد ما جهاز المخابرات العامة عرف خط سير الحفار بدأ في اختيار الفريق اللي هينفذ العملية، فقسم الأفراد لثلاث أقسام: فرق للتخطيط وفرق لجمع المعلومات وفرقة اللي هتنفذ العملية. ووقع الاختيار على الرائد خليفة جودة قائد لمجموعة الضفادع البشرية اللي هتنفذ عملية تفجير الحفار، والملازم أول حسني الشراقي، والملازم أول محمود سعد، والصف ضابط حمد المصري. وكانت المجموعة كلها تحت قيادة البطل الملقب بقلب الأسد محمد نسيم. وكانت المجموعة المنفذة للعملية كل المعلومة اللي عندها إنها هتنفذ عملية تفجير سفينة تجارية إسرائيلية، وده طبعا لسرية العملية وخطورتها، لأن العملية دي بالذات كانت بتمس كرامة الشعب المصري والجيش المصري. وبدأت كل عملاء المخابرات العامة تراقب الحفار، ولكن عن بعد بحرص شديد جدا علشان الموساد الإسرائيلي ما يعرفش إن المخابرات المصرية متابعة خط سير الحفار. وكده خلاص عرفنا إن ده الحفار، وكمان قدرنا إننا نرسم خط سيره. وفي حاجة تانية وهي إن الألغام اللي هيتم زرعها في الحفار كان لازم يتعرف فين الأماكن اللي هيتزرع فيها اللغم علشان نضمن إن الحفار يتدمر بشكل كامل. وهنا جه دور ضابط شغال في المخابرات العامة المصرية واتنكر في شخصية مهندس بترول وبيعمل ماجستير عن الحفارات الكبيرة، وراح لشركة اسمها شركة إسو وكانت موجودة في القاهرة، وقال المدير المسؤول عن الحفارات وكانت جنسيته انجليزي، وكان معاه ابحاث كتيرة جدا عن الحفارات الضخمة. ولكن من حسن حظنا ان المدير الانجليزي ده كان من ضمن الابحاث اللي معاه كان معاه بحث عن الحفار كينتنج، وفعلا اخذ البحث وسلمه المهندسين العسكريين علشان يحددوا اماكن اللي هيتحط فيها الالغام. ولكن من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجه جهاز المخابرات ان المكان اللي هيتم التفجير الحفار فيه طبيعته كانت مختلفة تماما على الضفادع البشرية، ده غير الحراسة اللي كانت موجودة على الحفار. لا وكمان زي ما قلت لحضراتكم
ان الحفار كان مملوك ل5 دول، وطبعا الجيش المصري كان في مرحلة بنائه من جديد لانه ما كانش فات على النكسة غير 2 سنين بس، علشان كده كانت لازم العملية دي تتم بحرص شديد جدا. والعالم كله يعرف اننا احنا اللي عملنا كده، ولكن برضه ما يمسكش علينا دليل. وحل المعادلة الصعبة دي هقولها لحضراتكم ولكن قدام شوية. وفي 10 فبراير وصلت معلومة ان الحفار هيوصل السنغال يوم الاثنين 12 فبراير سنة 1970، وسافر البطل محمد نسيم بالفعل للسنغال فورا، ولكن كان خط سيره من مصر لفرنسا ومن فرنسا للسنغال، وده لان مفيش خط سير طيران ما بين مصر والسنغال. واول ما وصل للعاصمة دكار اتأكد فعلا ان حفار موجود في المياه الاقليمية للسنغال، واستدعى العناصر اللي هتنفذ العملية ودخلوا فرنسا، ولكن كان معاهم جوازات سفر مزيفة، وخرجوا من باريس على السنغال. ولكن لما وصلوا للمكان اللي حفار واقف فيه لاحظوا وجود دوريات كتير جدا حوالين الحفار ونقاط حراسة كتيرة جدا، وطبعا بالطريقة دي يبقى العملية هتكون شبه مستحيلة. والحفار اتحرك وابتدى ياخد خط سيره، فكان القرار ان العناصر المنفذة ترجع لمصر لغاية ما يعرفوا ايه المحطة اللي هيقف فيها الحفار. ولكن الوقت كان بيضيق والحفار بيقرب من البحر الاحمر، وبعد ما اتحرك من السنغال اختفى تماما، والقاطرة اللي سحباه ومبقاش ليهم اي اثر في المحيط، وما كانش فيه اي معلومة بتوصل لجهاز المخابرات العامة المصرية، وزاد التوتر. وبكده رجعنا لنقطة الصفر من الاول، لغاية ما وصلت معلومة من احد العناصر اللي مجنداها من المخابرات المصرية، وقال لهم ان الحفار خرج من السنغال ولكن حصل فيه عطل، وكان لازم الحفار يدخل ميناء ابيجان لان قطع الغيار المطلوبة لصيانته ما كانتش موجودة في السنغال، وهو الان في طريقه لميناء ابيجان في الكوتيفوار. وطبعا بمجرد وصول المعلومة دي زي ما بنقول كده ان الروح ردت في كل الضباط المسؤول عن العملية، وسافر البطل محمد نسيم للكوتيفوار وبدأ يجمع معلوماته عن المينا اللي هيقف فيها الحفار. وفي يوم 2 مارس سنة 1970 وصل الحفار لميناء أبيجان، ومن كرم ربنا بقى علينا إن مدينة أبيجان كانت هتستقبل رواد فضاء أمريكيين، وطبعا كانت المدينة زحمة جدا وكان جهاز الاستخبارات الأمريكي موجود هناك، ولكنه علشان يحمي رواد الفضاء. وعلشان كده كان القرار إن العناصر اللي هتنفذ العملية تدخل في نفس اليوم ده، لأن كل أجهزة الأمن هتكون مشغولة في تأمين رواد الفضاء الأمريكيين. وكان في نفس اليوم ده كانت احتفالات بيوم المرأة العالمي، فكان كل ده توفيق من عند ربنا. وكده ما بقاش غير عناصر الموساد والقوات الخاصة اللي بتأمن الحفار، ودول كان أمرهم سهل لأن القائد محمد نسيم اتعرف على زوجين كانوا كبار في السن ولكنهم اتجوزوا متأخرين، وكانوا بيقضوا شهر العسل في نفس المكان اللي موجود فيه الحفار. وفكر محمد نسيم انه يحتفل بيهم في مكان قريب جدا من الحفار، واتفق القائد محمد نسيم مع مجموعة من اهل البلد في ابيجان انهم يحتفلوا معاه بالعروسين، وجاب عدد من الصناديق اللي فيها العاب نارية، وكان الاتفاق ان بداية الاحتفال هيكون في تمام الساعة 12 بالليل. وفعلا راح العروسين وعدد من اهل البلد، وكان القائد محمد نسيم موجود. واول ما جت الساعة 12 بالليل بدأت الناس اللي موجودة في الاحتفال تطلق الالعاب النارية، واول ما سمعت القوات اللي بتأمن الحفار صوت ضرب النار بطريقة غريبة نزلوا من على الحفار واخدوا المراكب المطاطية علشان يروحوا على الشط المقابل للحفار ويشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط. ودي كانت خطة تمويه علشان العناصر اللي هتفجر الحفار يكون عندها الوقت الكافي انهم يلغموا الحفار ويرجعوا للشط. وفعلا الضفادع البشرية نزلت المية في نفس الوقت اللي اتحركت فيه عناصر الموساد، وكانت المسافة بين الشط والمكان اللي الحفار واقف فيه ما كانتش اكتر من 500 متر، والمسافة دي طبعا بالنسبة للضفادع البشرية كانت مسافة صغيرة جدا. وفعلا وصلت الضفادع البشرية للحفار وزرعوا الألغام في 3 قوائم من الحفار، ولغموا البريمة علشان يضمنوا ان الحفار لما ينفجر يكون قطعة من الخردة. ورجعوا للشط قبل ما عناصر الموساد يرجعوا للحفار، وقدروا انهم يرجعوا للفندق واخدوا حاجتهم وجوازات سفرهم وطلعوا على المطار فورا. وما هي الا ساعات قليلة الا وصحيت ابيجان بالكامل على صوت انفجارات رهيبة، وشافوا ان الحفار اتحول لقطعة من اللهب بالكامل وبدأ انه يغرق. وكده قدرت المخابرات المصرية انها تنقذ سمعة الشعب المصري، وتعرف اسرائيل ان المصريين قوة لا يستهان بها. بس كان باقي حاجة واحدة،
فاكرين لما قلت لحضراتكم اننا عاوزين نوصل اسرائيل والعالم كله اننا احنا اللي عملنا كده ولكن محدش يمسك علينا دليل؟ هقول لحضراتكم ايه اللي حصل. العناصر اللي نفذت عملية الحفار سابت مكانها قبل ما تنسحب، سابت زعانف ايطالية ونظارات المانية وجهاز لاسلكي ياباني ودارت كشافات اضاءة مصنوعة في انجلترا، ولكن جوه الكشافات دي حجارة مكتوب عليها صنع في مصر. والعالم كله عرف ان اللي فجر الحفار ده هم قوات مصرية، ولكن محدش قدر يمسك دليل زي ما قلت لحضراتكم. يعني بالبلدي كده وزعوا دمه على القبائل. ولما حكومة الكوتيفوار استدعت السفير المصري وسألوه عن البطاريات اللي مكتوب عليها صنع في مصر، رد عليهم وقال لهم انها كانت موجودة جوه كشافات انجليزية. يعني بالبلدي كده استدعوا كل السفرة اللي حاجتهم كانت موجودة في المكان اللي اتفجر فيه الحفار. وبعد كده صرخت اسرائيل ولكنها اتأكدت ان المصريين قوة لا يستهان بها، وتم تكريم العناصر اللي نفذت العملية بصفة شخصية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ودي كانت واحدة من العمليات الاستخباراتية اللي خلت العالم كله يبص لجهاز المخابرات المصري على انه جهاز من اقوى الاجهزة اللي موجودة في العالم. ودي كانت قصة الحفار كينتنج. وهنا انتهت واحدة من البطولات الكتيرة واللي هنعرفها مع بعض في قناتكم عظماء غيروا التاريخ. يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.